اهلا بكم اعزائي طلبه الصف الاول الاعدادي ومع الدرس الثاني من دروس الجغرافيا. والدرس الثاني بيكلمني عن مجموعتنا الشمسيه. مجموعتنا الشمسيه بأول شيء اتكلم عنه هو نجم الايه؟ نجم الشمس. الشكل اللي قدامنا هو عباره عن ايه؟ عباره عن كره بتشع ضوء وحراره، وهي مصدر الحياه على الارض، ودي مركز المجموعه الشمسيه، وده النجم الوحيد اللي بيصل الى سطح الايه؟ الارض. نجم الشمس هو نجم متوسط الحجم، ومع ذلك حجمه يساوي مليون مرة حجم ايه؟ حجم كوكب الارض. طيب في مجموعتنا الشمسية هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن اول حاجة اللي هي كواكب المجموعة الشمسية. كواكب المجموعة الشمسية عددها هم 8، 4 كواكب مجموعة داخلية و4 كواكب مجموعة خارجية. في سنة 2006 كان عدد هذه الكواكب هي 9 كواكب، لكن تم عقد مؤتمر في العاصمة التشيكية براغ، وتم حساب خروج كوكب بلوتو من المجموعة الشمسية. وزي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا ان الكواكب بتدور حوالين نجم الشمس في مدارات وافلاك بيضاوية بتدور عكس عقارب الساعة اللي هي من الغرب الى الشرق. طيب عكس عقارب الساعة بتدور من الغرب للشرق، وما بتصطدمش اي كوكب من ضمن هذه الكواكب مع بعضها البعض. طب ليه؟ نلاحظ زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا ان كل كوكب من ضمن هذه الكواكب بيسير بسرعه مقدره ومنظمه، وفي فلك بيضاوي حول ايه؟ حول قرص الشمس او حول نجم الايه؟ الشمس. لذلك لا يمكن ان نصطدم كوكب بالاخر. طب هنبدا نتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن صفات الكواكب المجموعه الداخليه والخارجيه. كواكب المجموعه الداخليه هي كواكب بتتميز بايه؟ بانها اقرب الكواكب الى الشمس. هذه الكواكب هي كواكب تعتبر تتكون من مواد صخريه او مواد صخريه صلبه، ودي شبيهه بكوكب الارض. عشان كده لما يجي كده يقول لي بما تفسر تسمى كواكب المجموعه الداخليه بالكواكب الارضيه، هنقول لانها بتتكون من مواد صلبه. كواكب المجموعه الداخليه هي صغيره الحجم. كواكب المجموعه الداخليه هي سريعه الدوران حول الشمس. ده صفات الكواكب الداخليه. اما الكواكب الخارجيه هي بعيده عن الشمس وبتتلقى كميه ضئيله من الشمس. كواكب المجموعه الخارجيه هي كواكب تتكون معظمها من مواد غازيه. كواكب هي تكون كبيره الحجم. طبعا كبيره الحجم يبقى اكيد بطيئه الايه؟ الدوران حول الشمس. وزي ما شايفين في الشكل اللي قدامنا ان كواكب المجموعه الشمسيه الداخليه هي عطارد، الزهره، الارض، المريخ. يفصل بينهم حزام يسمى حزام ايه؟ اسمه حزام الكويكبات. حزام الكويكبات ده بيفصل بين كواكب المجموعه الداخليه وكواكب المجموعه الخارجيه. طب كواكب المجموعه الخارجيه اللي هي كواكب زي ايه؟ زي المشتري وزحل واورانوس ونبتون. لما اجي اتكلم عن اول كوكب من كواكب المجموعه الداخليه اللي هي طبعا عارفينها اللي هي عطارد، الزهره، الارض، المريخ، اللي هي اتكلم عن كوكب اسمه كوكب ايه؟ كوكب عطارد. كوكب عطارد يعتبر هو اقرب كوكب للمجموعه الشمسيه، لذلك الاحظ انه هو شديد الحراره، وبيعتبر كوكب عطارد هو اصغر كواكب المجموعه الشمسيه. هذا الكوكب يدور حوالين نجم الشمس كل 88 يوم ارضي. 88 يوم ارضي، يعني السنه على ارضه او السنه في كوكب عطارد يساوي 88 يوم بالنسبه لكوكب الارض. 88 يوم ده مسافه، ده السنه فيه صغيره خالص. ليه؟ لانه قريب جدا وسريع جدا وصغير جدا بالنسبه لنجم الايه؟ الشمس. الكوكب التالي هتكلم عنه اسمه كوكب ايه؟ كوكب الزهره. كوكب الزهره يعرف هذا الكوكب بالغلاف الغازي، يعني غلافه من بره غلاف غازي، لذلك هذا الكوكب لا يمكن اختراقه وبالتالي لا يمكن تحديد مده دورانه حول نفسه. كوكب الزهره بيعتبر هو توأم لكوكب الارض. طب ليه؟ لانه يشبهه في القطر والكتله والايه؟ والحجم. طيب كوكب الزهره بيدور حول نجم الشمس كل 225 يوم ارضي. اذا المسافه هنا بدات ايه؟ تزداد، لان بعد الكوكب عن الشمس ازداد. ده الكوكب الثاني من الكواكب الداخليه. طب كوكب الثالث هو اسمه كوكب ايه؟ طبعا هو الكوكب اللي بنعيش عليه وهو كوكب الارض. كوكب الارض يسمى بالكوكب المائي، وبيعتبر هذا الكوكب نسبه الماء فيه 70.7%، وبيعتبر انه من اجمل كواكب المجموعه الشمسيه، لان هذا الكوكب الذي يعيش عليه الانسان. مدة دوران كوكب الأرض حول نجم الشمس 365 وربع يوم، يعني السنة فيه 365 اللي بنعيشها كل 12 شهر. ده كوكب اسمه كوكب الأرض، الكوكب الثالث من كواكب المجموعة الداخلية.
الكوكب الرابع من شكله كده ولونه بقول عليه اسمه كوكب ايه؟ كوكب المريخ. طب كوكب المريخ بيتميز باللون الاحمر، ليه؟ لانه تربته غنيه باكسيد الحديد الاحمر، وحجمه صغير بالنسبه لكوكب الارض. وكوكب المريخ بيدور حول الشمس كل 687 يوم ارضي. ده الكوكب الرابع والاخير من ضمن الكواكب الداخليه. طبعا بعدين عندي حزام الكويكبات، وبعدين هتكلم عن الكواكب الخارجيه. الكواكب الخارجيه احنا قلنا ايه؟ نفتكرهم تاني. المشتري وزحل واورانوس ونبتون. ده شكل الكواكب الخارجيه، المشتري وزحل واورانوس ونبتون. اول كوكب اتكلم عنه كوكب المشتري. طب كوكب المشتري يعتبر اكبر كواكب المجموعه الشمسيه، يدور حوالين الشمس كل 12 سنه ارضيه. يعني بديت اسمع هنا سنه، لان المسافه هنا بعدت الكوكب عن نجم الايه؟ الشمس. الكوكب الثاني اسمه كوكب زحل. الاحظ فيه حلقات حلزونيه، هذه الحلقات ممكن يكون لونها احمر او ازرق او بنفسجي. كوكب زحل يعتبر هذا الكوكب بيدور حول الشمس كل 29.5 سنه ارضيه. كوكب زحل حجمه يساوي حجم الارض 763 مره، يعني معنى كده ان زحل اكبر من الارض بشكل كبير. ده الكوكب الثالث من ضمن او الكوكب الثاني من ضمن كواكب المجموعه الشمسيه. طيب الكوكب الثالث اسمه ايه؟ اسمه كوكب اورانوس. كوكب اورانوس دي مده دورانه حول الشمس 82 سنه. المسافه بعدت خالص. بيتميز هذا الكوكب واحنا شايفينه في الفضاء كده زي ما شايفينه في الصوره، انه عباره عن كره ملساء لونها اخضر لكن بيميل للزرق. يشبه كوكب اورانوس المشتري وزحل في التركيب العام، يعني خصائص هذا الكوكب مع كوكب زحل المشتري متشابهين لبعض. تمام. طيب ماشي. الكوكب اللي بعد كده اسمه كوكب ايه؟ اسمه كوكب نبتون. كوكب نبتون هذا الكوكب مدة دورانه حول الشمس 165 سنة أرضية. يتميز هذا الكوكب بالبرودة الشديدة لبعده عن الشمس. كوكب نبتون يكاد يكون توأم لكوكب أورانوس، لأن في تشابه بينهم وبين بعضهم. طيب يسمى الكوكب الأزرق. نبتون يسمى بالكوكب الأزرق. يبدو في السماء كماسة زرقاء تشع ضوءا خافتا في الكون. وده كان الكوكب الرابع من ضمن كواكب المجموعة الخارجية. أتمنى ليكم أن انتم تكونوا استفدتم. تابعوني باستمرار، وشكرا لكم وإلى اللقاء.